هذا المشطوب عم بيسوي اشياء كيف بدي اشياء غير لطيفة مع اخته على التيك توك. هاتوا الانترو خلينا نحكي اكتر عن هذا الموضوع. سلام اصدقائي، كيفكم؟ طيب جماعة، اذا بتفوتوا على قناتي بتشوفوا انه صار لي اكتر من اسبوع مش منزل فيديوهات. هذا الاشي كذب. انا نزلت لكم فيديو قبل فترة والفيديو كان ابداعي بشكل مش طبيعي، بس اضطريت اني احذفه لانه بعد ما نزلت الفيديو من كمية الابداع اللي فيه الناس انصدمت، وتأثير هاي الصدمة اثر عليهم بشكل مش طبيعي، فتواصلوا مع ما حدا تواصل معي. ليه بكذب انا؟ المهم اضطريت احذف الفيديو من اجل سلامة الجمهور. يعني انا كنت خايف عليكم من الابداع اللي بالفيديو تنصدموا ويصير معاكم صدمة مش طبيعية، فخلص حذفت الفيديو. المهم خلينا نبدا بموضوع الفيديو. اليوم بدنا نحكي عن شخص اسمه كيموكازي. من اسمه بتعرف انه مشطوب، فيش حاجه تكمل. لا جد خلينا احكي لكم عن كيموكازي. مين هذا كيموكازي؟ فتت على جوجل ادور مين هو كيموكازي، ابحث عنه اشوف شو بيسوي بحياته، من وين هو. اول مقال طلع لي بحكي لك لديه اخت غير مشهوره اجمل من جميع اخواته. معلم انا متاكد اللي كاتب المقال كاين مكرش على اخته 100%. من اول المقال فوق كاتب لك بالعنوان لديه اخت جميله. مش سائل على كيموكازي، بحكي لك هو باخته. طب ليش انا عم بدور على كيموكازي؟ ليش بيطلعوا لي عن اخته؟ المهم جد كملت وبحثت عن كيموكازي وعرفت عنه كثير اشياء. كيموكازي اسمه الحقيقي كريم غازي، وهو اصله من سوريا من حلب، بس هو ما خلق بسوريا، هو خلق بامريكا بكاليفورنيا اتوقع، بس اهله هن عرب ومن اصول عربيه، واتوقع انه اهله هن عاشوا بسوريا وانتقلوا بعدين، لانه فعليا بنشوف انه اهله بالفيديوهات بيعرفوا يحكوا عربي، وامه انشهرت عن طريق المسبات العربيه. يعني كريم كان يعمل فيها مقالب وهي تروح تسبه معلم، واكتر اشي انشهرت بهاي الكلمه. ومن هون بديت شهرة كريم. بلش كريم ينزل فيديوهات يعمل مقالب بامه تسبه ويجيب مشاهدات. الموضوع حلو. ومن هون بدي كريم بمسيرته التيك توكرية، انا عارف شو بسموها. المهم بدي كريم وصار تيك توكر ناجح، بيعمل كل الاشياء الغبية، كل مواصفات التيك توكر فيه، وصار كريم مثله مثل اي حدا على السوشيال ميديا مندور كيف نجيب مشاهدات. فحاليا قبل فترة انتشر الترند عند الاجانب، وفكرة الترند هو مش عارف كيف بدي اشرح لكم اياه، بس ترند وسخ. يعني شوفوا هذا الفيديو عشان تفهموا كيف الترند بيكون. فمعلم كريم بدي يفكر كيف ممكن استغل هذا الترند واجيب مشاهدات. قال لك الترند حلو واخواتي حلوات نجمعهن مع بعض بيطلع لنا مشاهدات. وفعليا كريم ما ضيع هاي الفكرة، سواها. شوفوا شو سوى. معلم بحكي لكم سواها، بعدكم مش مصدقين الموضوع. سواها، ما فيش مزح معاه لكريم، مشطوب شيلي. يعني هو مفروض انه انت ما تسويهاش شيلي، ممنوع تسويها. والناس اللي عم بيسووا هاي التحدي اجانب، غير انه كريم عربي، والناس اللي عم بيسووا هاي التحدي هن اجانب. فاذا حبيت تسوي هاي التحدي مش مفروض تسويه مع اختك، مفروض مع اي حدا غير اختك، اي حدا بالعالم ما عدا اختك. كريم لا، قال لك انا بدي اكون متخلف، بدي اسويه مع اختي. والمشكله انه الموضوع ما خلصش هون. المشكله انه الفيديو جاب له مشاهدات، الفيديو جاب 9 مليون مشاهده. انتوا متخيلين 9 مليون مشاهده؟ وفي مبدأ بالسوشيال ميديا بيحكي لما الفيديو يجيب لك مشاهدات احلب ابوه حلب. نزلوا ب 17 محل، عيدوا 15 مره، احلبوا للفيديو. وكريم طبقوا لهذا المبدأ. كريم رجع عاد الفيديو مع اخته الثاني. خلينا نشوف شو سوى. Yesterday I tried this trend on my sister and it went viral. So today I'm gonna try it on my oldest sister and get her reaction. معلم اخته الثاني انجنت كمان، راحت تصيح في البيت. بس كريم مش فارقه معاه. كريم عم بفكر، بقول لك لسه بنجيب كمان 9 مليون مشاهده حلوه، مش فارقه معاه شو اخته المهم راح يجيب مشاهدات. وكريم ما وقفش هون. كريم كان دايما يفكر في التطور. اول مره جاب اخته، بعدين جاب اخته الكبيره، فإسا لازم يجيب حدا اكبر. مين في اكبر من اخته الكبيره؟ امه. كريم يعني فكر بهذا الموضوع وجاب امه. انتم مفكرين كريم بمزح؟ لا، ما بمزحش. كريم عمل التحدي مع امه. خلينا نشوف شو سووا. I'm gonna go like this. Why? Do it. Let me see. What? What's your problem? What's your problem? Why are you so strong? معلم امه لكريم مش فاهمه ايش التحدي، فكرت انه لازم ما تخليهوش يقدر يرفع ايدها. وكريم وهو يجرب وقع على الارض.
وامه لكريم مش فاهمه ايش، رجعت تطبخ ولا فارقه معها. بس انا كنت خايف على كريم يكون له شحاطه. بس الموضوع مع كريم ما خلصش هون، صاروا كل الناس ينتقدوا كريم كيف بيسوي هيك اشي مع اخته، وانه اكيد اخواته انزعجوا من ورا هذا الموضوع. فكريم رد على هذا الموضوع ونزل فيديو. خلينا نشوف شو رد كريم. So lately I've been getting a lot of hate because of this video I did with my sister. Let me see. So it's only right if I apologize to her. Sabi, I just want to apologize for that video I did, okay? I'm sorry. Why? It's okay. It wasn't even bad. What do you mean? Here, do this for me. معلم البنت بعد ما شافت 9 مليون نسيت كل اشي صار، نسيت الصياح اللي صيحه، نسيت كل اشي صار بدها تعمل كمان فيديو قالت لك منحلي بالموضوع. وحتى كريم انصدم. Here, do this for me. كريم قال لك في كمان حدا في البيت غيري بحب المشاهدات. جد هاي العيلة كتير غريبة معلم. كريم عم بيعمل اشياء غريبة مع اخته لحتى بس يجيب مشاهدات ومش عارف ايش كمان. وشوفوا هذا الفيديو، هذا اكتر فيديو غريب بالعالم. You know you're Arab when معلم ليش البنت عم تمشي على ظهر ابوها؟ ايش هاي نوع مساج معين؟ والحلو بالموضوع انه كريم بيحكي لك انه العرب بيسووا هيك اشياء، احنا ما بنسوي هيك اشي. ابوي ولا مره قال لي تعال امشي على ظهري، ولا مره شفت حدا بيمشي على ظهر ابوي. بحكي لكم العيله كتير غريبه، عندي هنا كتير اشياء غريبه. في فيديو معلم كريم عم بيسب على امه هيك منزل، بعرفش ليش نزل فيديو هو يسب على امه. خلينا نشوف الفيديو شو بيسوي كريم. cussing in Arabic in front of my Arab mom. What? عليكي. Oh my God! You spitting on me! خرسي. You're spitting on me! خرسي يا كلبة. وخرسي كمان تعال عندي، والله لا اربيك، بدك تربية يا قليل الادب يا قليل التربية، يلعن ابوك عرس. What does that mean? That's mean I love you. معلم كريم حكى لك بده يجرب يسب امه بالعربي. مش عارف كيف فكر بهيك موضوع هو اصلا، بس كريم ما عنده اشي مستحيل، راح جربها، راح معلم سب امه بالعربي. خرسي يا كلبة. بس امه ما سوت له اشي. انا كنت متوقع اشي اكبر من هيك. توقعت كريم يكون له 17 شحاطه، 20 بوط، 3 عصي، ولا شكل. ما سوت له شيء بس سبته، صارت تصيح. بدك تربية يا قليل الادب يا قليل التربية. معلم بحكي لكم العيله غريبه، بنت بتمشي على ظهر ابوها، ولد عم بجرب يسب امه، تجارب غريبه، فيش اشي طبيعي. بس المشكله انه عندي تقريبا 19 مليون متابع. فحابب اقول لك كريم استمر على هذا المحتوى، تغيرش المحتوى لانه المحتوى كتير بخزي. فدايما بقدر اعمل عليه فيديوهات واحكي عن فيديوهاتك اللي بتخزي. فتغيرش محتواك، خليك نزل فيديوهات بتخزي عشان اضلني احكي عنك واعمل فيديوهات. المهم شكرا لكم اذا وصلتوا لهون. وبخصوص موضوع السحب بعرف اني بعدني مش عامله لاني مشطوب، في كتير مشاكل عم بتصير، فلهيك مش قادر اعمل السحب. بس والله بس تخلص المشاكل اول اشي راح اسويه اعملكم السحب. سويت السحب وفي مشاكل بعدني مش قادر اخذ المصاري اللي الي من اليوتيوب لحتى اعملكم فيهن السحب. المهم اذا عجبك الفيديو تنساش تحط لايك، واذا اول مره بتشوفني او مش مشترك في القناه فاشترك في القناه، واهم اشي بالحياه فعل الجرس، ففعل الجرس. واذا حابب تابعني على حساب بالانستغرام بتلاقي الرابط تحت بالوصف. وايش في بعد خلصنا صح؟ لانه ناسي انا كيف كنا وبس. I'm sorry.